ايه اللي ممكن تعمله لو جالك اتصال من رقم صاحبه ميت بقاله سنين؟ في واحدة اسمها سارة، صاحبتها الأقرب ماتت في حادثة عربية من حوالي 2 سنين. كانت لسه لابسة الخاتم اللي جابته الهدية، ولسه الصور بتاعتهم مع بعض مليا موبايل. الليلة دي وهي قاعدة في أوضتها الموبايل رن، شافت الاسم على الشاشة، نرمين. ايدها اتجمدت. ازاي؟ الرقم مقفول من يوم الحادثة. ردت وهي مرعوبة: ألو؟ الصوت اللي جه من الناحية التانية كان واطي متقطع، كأنه جاي من تحت الأرض. سارين، الحقيني، أنا محبوسة هنا، مش لوحدي. المكالمة قطعت فجأة. سارة حاولت تتصل بالرقم تاني، لكن الموبايل كل مرة يرد: هذا الرقم غير مستخدم. ومن الليلة دي بقت كل يوم في نفس الميعاد يرن الموبايل دقيقة واحدة، وتسمع نفس الصوت بيقرب أكتر وأكتر، وكأنه بيطلع من جوه بيتها. سارة ما قدرتش تنام الليلة دي، كل شوية تبص على الموبايل وتخاف يرن تاني. الساعة عدت 3 الفجر، فجأة نور الموبايل اشتغل لوحده، ومكالمة جاية من نفس الرقم: نرمين. المرة دي قلبها وقع من مكانه. ردت وهي مرعوبة: ألو؟ مين؟ الصوت جه أوضح شوية، مخنوق بيتقطع، كأنه صار في مكان: سارة، ما تسمعيش كلامهم، ما تجيش، هو مستنيني. وبعدين صرخة عالية ملت السماعة، وبعدها صمت تام. سارة قامت جريت على الصور القديمة اللي كانت محتفظة بيها على الموبايل. لقت صورة لنرمين في آخر يوم خرجوا فيه مع بعض، بس الصورة كانت مختلفة. وش نرمين مش باين، متشوه كأنه متحرق، والعينين سودة كأنها فراغ. بدأت تحس إن في حد معاها في الأوضة. الهوا بقى تقيل، النور واطي فجأة، والمراية اللي قصادها اتكسر جزء صغير منها لوحده. سارة قررت تروح لبيت نرمين القديم، يمكن تفهم ايه اللي بيحصل. البيت مقفول من يوم الحادثة، لكن لما وصلت لقت الباب مفتوح نص فتحة، والظلم. دخلت وهي مسكت الموبايل في ايدها، والنور من الكشاف بيترعش. ريحة عفن وموات مالية المكان. فجأة الموبايل رن تاني، نفس الاسم: نرمين. ردت وإيدها بتترعش: ألو؟ انت فين؟